كنت في الهجوم لما سجلت هدفا للريال بهذا الشكل وبهذه البراعة والروعة. جول أول لإشبيليا عند الدقيقة العاشرة. فرحة كبيرة لخوخي لويس سامباولي، يدرك بسرعة كبيرة جدا في التحول الهجومي. سعود عادل رامي في هذه هي الركنية رسالة عناصر إشبيليا مرفوعة بالقائمة الثاني وكيكو غاسيا ثم اسونسيو انطلق. يبقى كيكو غاسيا ساقط هايله من اسونسيو، زاد في السرعه ثلاث مهاجمين امام ثلاثه. اسونسيو راح، اسونسيو دخل، اسونسيو وصل، اسونسيو جول. فعلها الصغير ماركو اسونسيو، عدل النتيجه للريال وعقد امور اشبيليا في الدقيقه الثالثه من انطلاقه الشوط الاول. استلم اسونسيو، انطلق اسونسيو، راوغ اسونسيو، صمد اسونسيو، زاد في السرعه اسونسيو، هاي الاعاده مره ثانيه. استلم راوغ ببراعه، انطلق وصمد امام عوده الدفاع، قوه كبيره وسرعه فائقه، راح وكاد يسقط وصمد وسدد وسجل جول التعديل لريال مدريد في الدقيقه الثالثه من انطلاقه الشوط الثاني. هذا ما كان ينقص الريال، هو التعديل لقتل معنويات عناصر اشبيليا الذين لعبوا لمدة 20 دقيقة وتوقف رتمهم. بقوا خطيرين ولكن رتمهم توقف. هدف التعديل في وقت من اروع ما يكون عندما تسجل هكذا مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاقة الشوط الثاني، معناها قضي الامر، معناها انتهى كل شيء، معناها لازم لكم تسجلوا 4 اهداف اخرى، سيكون من الصعب على عناصر اشبيليا. كرة من هناك عند الاسرائيلي اسكوديرو، الهدف الثاني من اللاعب الاحتياطي ستيفن يوفيتش. اسكوديرو في القائمة الثانية وخلل آخر وخطأ آخر على مستوى دفاع الريال. ليس من عادة دفاع الريال عندما يكون براموس وفاران أو بيبي أن يخلي فلغات مثل هذه في القائمة الثانية. لاعب وحده المونتينيجرو ستيفان يوفيتش يحاول إحياء المباراة مجددا بتسجيل أول أهدافه في أول دقائقه مع فريق إشبيليا بهذا الشكل. اسكوديرو حطها ببراعة ويوفيتش مثل ما جاءت بيمناه بوجه رجله حطها في الشباك وسجل الجول الثاني لفريق إشبيليا. ثانية سرايا فيتولو دخل بقوة، عنده الكرة مازال فيتولو يلعبها بنية، وصلت على الجهة اليمنى لسمير نصري سمير نصري مرة لبنيدير، لم يكن في وضع التسلل تماما. كيكو قصية في الأولى وفي الثانية فيتولو يسجل 3 أهداف المباراة. 3-1 صارت النتيجة. يبقى المهم اليوم هو أن الريال قد لا يحقق الرقم القياسي في عدد المباريات من دون خسارة، لأن إشبيليا فاز على الريال وليس فاز على الريال من دون الBBC. كرة من هناك على الجهة لصالح عناصر ريال مدريد، البحث عن يقول حكم المباراة لكازيميرو عند الدقيقة 81 من عمر المباراة. الحكم السيد رامون سانشيز بيخوان ينهي المباراة بإعلانه لضربة الجزاء بهذا الشكل في هذا الوقت بالذات في ال8 دقائق الأخيرة من عمر المباراة. 3-1 كان فيه أمل، 3-2 قضي الأمر وينتهي كل شيء. نعم فيه دفع من الخلف واضح، نعم فيه دفع من ماتياس كرايفين الفيتار الارجنتيني على البرازيلي واضح. نعم زاد فيها شويه اللاعب كازيمير ولكن الخطا واضح والدفع واضح وضربه الجزاء صحيحه وصريحه لصالح عناصر ريال مدريد امام احتجاجات جماهير فريق اشبيليا. راموس سيتولى تنفيذ هذه الضربه. هذا ليس راموس، سيرجيو راموس يتوجه نحو تسجيل هدف ضد فريقه ضد مدرسته التي لعب فيها ونشأ فيها. راموس يستعد، راموس قلق، راموس قد يضيع، راموس يسدد، يا سلام على الروعة والبراعة والمهارة والإبداع والدقة والتميز والذكاء والحس التهديفي وبرودة الأعصاب عند راموس.
يرفض. الفريق الذي يحلم باللعب له كل طفل صغير وكل شيخ كبير كذلك، حتى الشيوخ